ذكر خطير والله ما حد قاله الا ربنا كرمه باللي تمناه في نفس اليوم او تاني يوم. لو كنت محتاج فلوس قول الذكر ده، والله 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 ربنا هيكرمك من اوسع الابواب. ان ما كانش في نفس اليوم هيكون تاني يوم. محتاج شغل، ان ما كانش في نفس اليوم هيكون تاني يوم. محتاج حاجه هتقول الذكر ده بنيه الشيء دوت، والله ربنا لا يديهولك. اغلب الناس اللي دخلوا شكروني على الفيديو، انا عملته مره واثنين وثلاثه، من كتر ما الناس بتشكرني عليه وبتقول فعلا الذكر ده معجزه، الذكر ده السحر، الذكر ده الفانوس السحري، ان احنا بنقوله من هنا بيجينا فلوس من هنا. والله داخلين نشكرك يا ام كريم. وانا خدت قبل كده يعني سكرينات ووريتكم، وكل مره اعمل فيديو يطلع ترند، وكل مره ربنا يبارك ويعرف ناس اكتر. وانا طالعه اقول تاني اني مش انا اساسه، انا حد شفت شاب بيقول ربنا يبارك له ويسعده يا رب، طلع لي كرساله من عند رب العالمين في عز احتياجي، في عز زنقتي، في عز مناجاتي لرب العالمين، في عز ان انا بدعي لرب العالمين بدموع عيني انه يفرجها عليا لانه ضاقت وربنا فرج عنده. طلع لي الفيديو عشان يعلمني الذكر، عشان اعرفه واقوله ويجيني فلوس في نفس اليوم، فلوس فوق ما كنت اتخيل، حاجه فوق ما كنت اتخيل، وانا كنت راضيه بربعها. بس ربنا عشان عارف ان انا بقول الذكر ده بيقين وبثقه، وان انا ماليش غيره، وان انا مش هطلب من حد غير منه، استجاب وبكرم وبكرم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. خلاص صرت انا من يومها لحد اليوم كل ما احس ان الدنيا جفت عليا شويه اقوم اقول الذكر دوت وبيقين ان ربنا يستجيب. الشاب كان دل على الخير لحد قال له، وحب الخير للغير، عشان كده ربنا رضاه. وانا ربنا كرمني وعشان حبيت الخير للغير وطلعت قلت لكم. واللي دخلوا اصلا وقالوا لي ربنا كرمنا يا ام كريم وداخلين نشكرك، هم كمان دلوا الخير وشيروا الفيديو وعرفوا الناس، وشفتهم بعيني وهم بيشيروه ستوري وبيشيروه عندهم في صفحتهم وبيكتبوا فوق انه ربنا استجاب منا. فعلا دلوا على الخير، والدلوا على الخير كفاعله، فربنا بيبارك لك. الراجل البخيل اللي ما بيشيرش وما بيعرفش الناس ربنا يعني هيجفها عليك بسبب بخلك. كرم حلو مفيش فيه كلام. خليني اقول لكم انه الدعاء بسيط جدا، بس مهم تقوله بعد صلاة الجمعة مباشرة. تخلص صلاة الجمعة تقول الذكر ده. الذكر ده تقوله مرة 2 3 4 10. عايزاك تستحضر اليقين اللي جواك. انت يقينك حاضر من قبل ما تقول الذكر قوله مرة، لكن التكرار بيخلي اليقين ومشاعرك تتحرك ودموعك تنزل وتترجى ربنا وتتأدب وانت بتدعيه، فربنا يستجيب منك اسرع وقت ممكن. اتعلموا تدعوا، اتعلموا تستحضروا اليقين. التكرار والالحاح والاحساس بالكلام والحاجه بتخليك غصب عنك تطلع مشاعرك اللي جوه لرب العالمين. انا عايزه اقول لكم جزاه الله كل خير الشاب ده من ساعه ما قاله، وانا بقيت كمان اقوله وقت السجود في اي صلاه في اي وقت، والله وربنا بيستجيب. الذكر بكل بساطة كل اللي هتقوله بس بيقين واستحضار اليقين والثقة بالله انه هيستجيب. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك. عايزة اقول لكم انا بقعد اقول يا ودود يا ودود يا ودود وقت ما اكون انا فعلا محتاجة، دموعي بتنزل ومشاعري كلها بتتحرك، ربنا بيستجيب. كلمة يا ودود 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 دي بتحرك المشاعر والله العظيم. تحس ان انت خلاص قلبك وصل لربنا كده معاه، يعني يا رب استجيب لي. انت بتترجى قولها بالطريقة اللي تعجبك، المهم بعد صلاة الجمعة او وقت السجود او بعد اي صلاة. بس المهم اليقين اللي بيفرق في الاستجابة، اليقين والثقة بالله. ويا رب يستجيب مني ومنكم ويرزقكم ويغنيكم ويسهل امركم جميعا. شيروا، ما تبقاش بخيل، وحب الخير للغير عشان ربنا يبعت لك رزق اضعاف مضاعفه. اوعى تبخل على غيرك، اوعى تبخل على غيرك. ما تقولش ايه اللي ربنا كرمك اياه، بس شير عشان غيرك يستفيد. انا بفرح بجد لما بلاقي الناس كاتبه فوق الفيديو انه ربنا كرمهم ما شاء الله تبارك الرحمن وبشكروني. ما تشكرونيش، انا كنت سبب زي ما هو سبب، زي ما غيره سبب، زي ما غيره سبب. انا مش الاساس، مش انا اللي جبته، والله انا عرفته وحبيت لكم الخير. بفرح جدا لما بلاقي الناس دخلت تاني في الكومنتات تقول يا ام كريم قلنا وربنا فرجها عليا، ربنا يسر امري، ربنا يبعت لك فلوس ويبعت لك شغل ويبعت لك بركه كل شيء. قول واتكل على الله وربك كريم ان شاء الله بامر الله تعالى.